كلنا شفنا وتابعنا واقعة قديمة شوية، الخاصة بأم مكة في قناة الشمس مع الإعلامية علا شوشة، واللي بعدها تم القبض على أم مكة. وبعد الواقعة دي زي ما هو منشور على السوشيال ميديا، طلعت علا شوشة بفيديو على السوشيال ميديا وقالت إن وفاء عامر أو أم مكة كلمت وفاء عامر، وفاء عامر قالت لها امشي. ده بيعتبر اجتزاء للحقيقة. تعالوا نسمع المحادثة الصوتية اللي تمت ما بين أم مكة ووفاء عامر علشان نعرف الحقيقة فين. أم مكة بعتت لوفاء عامر بتستغيث منها إن هي محبوسة داخل مدينة الإنتاج الإعلامي في قناة الشمس، وكان رد وفاء عامر عليها زي ما هتسمعوا. اسمعوا وهرجع لكم تاني. دلوقتي انا دخلت المدينه برجلي عند علا شوشه علشان اصور معاها، هي طلبتني ماشي. فدلوقتي هي صورت جزء اخير من التصوير، هيدني وهيبهدلني، فانا بتحايل عليها انها تمسح الحلقه يا اما تقطعه. سابتني ومشت، وملمومين عليا جوه في القناه ومش وجابوا لي مدير امن المدينه. اعمل ايه دلوقتي؟ قولي لي. من حق ان هم يمسحوا الفيديو وما يعلنوه، من حق ان هم يمسحوا الحلقه وما تذاعش. وقاعده دلوقتي كلهم ملمومين عليا جوه في المدينه في قناه الشمس، وعماله ارن على النجده محدش بيرد عليا. لا، مش من حقهم انهم يمسحوا الحلقة، مش من حقهم. خلاص انتي صورتي، انتي اللي رايحة برجلك، خلاص مش عاوزين روحي. ايه اللي هيجرى يعني؟ انتي قايلة فيها ايه؟ عادي، انتي اللي رايحة بنفسك، انتي اللي رايحة بنفسك. يا ستي امشي، هكلمها. امشي بس، امشي امشي دلوقتي، امشي بقولك. يا بنتي ما تعمليش مشكلة، انتي مش عاملة حاجة. امشي امشي. وبعدين ايه اللي وداكي اصلا؟ انت غاويه تطلعي في الاعلام؟ ما تهدوا الدنيا شويه، حرام عليكم، اهدي. ام مكه خلي الناس تشوف شغلها لو سمحتي. خلاص علا سجلت معاكي وانتي رحتي برجلك، فخلاص الموضوع منتهي. ما تعمليش مشاكل، ابوس رجلك. اطلعي وكلميني. وعلشان الإخوة الهبيدة، أنا علاقتي بوفاء عامر زي علاقتكم بيها بالظبط، من خلال التلفزيون. لا عمري شفتها ولا عمري قابلتها أو أعرفها معرفة شخصية، والوحيدة اللي تسأل عن صحة هذه التسجيلات هي وفاء عامر. ومن التسجيلات اللي انتوا سمعتوها بيتضح أمرين. الأمر الأول، هل فعلا تم احتجاز أم مكة داخل قناة الشمس بمدينة الإنتاج الإعلامي، وزي ما هي قالت في الرسالة الصوتية اللي مبعوثة لوفاء عامر، وخاصة إنها قالت لها إنها كلمت النجدة أكتر من مرة ولكن النجدة ما جاتش. تاني حاجة، بيوضح لنا إن وفاء عامر ما قالت لهاش امشي، ده قالت لها مش من حقك تقول لهم امسحوا التسجيل. وطبعا باقي الرسائل الصوتية اللي انتوا سمعتوها. وطبعا بخبرتي القليلة اللي أنا اشتغلت فيها كمذيع في قناة القاهرة والناس، طبقا للميثاق الإعلامي، إن أنا لما بطلع في برنامج بطلع أحقق قضية، ما بكلمش فيما يتداوله الآخرين وبنقل الأخبار. وبرضه في حديثها مع هبة ترك، اللي احنا كنا مستنيين إن هي هتناقش القضية المصارعة على الساحة بشكل حرفي، لأنها سؤال غريب بتقول لها أنت إيه اللي وداكي إيتاي البارود؟ أنا لو مكان هبة ترك أقول لها مالكيش فيه. مع كامل احترامنا للأستاذة علا شوشة، ولكن كنا نتمنى ان انت لما طلعت هبة تركي معاكي توضح لنا المزيد من الحقائق، دون ان احنا نتطرق في حاجات بيتداولها الاخرون ملهاش اي دليل. الاتهام حتى الان بسرقة الاعضاء واللي كله بيتكلم فيه هو اتهام ضال لا يسانده دليل. بلاش نختال بعض معنويا بالسوشيال ميديا، بلاش نختال بعض بالكلام، بلاش نختال بعض بدون دليل، لان ده ربنا في الاخر هيحاسبنا عليه. تحياتي.